اهلا وسهلا فيكم يا جماعه بالسلسله اليوميه. شلون بس الحلقه قلت له يا حلاق انا عم بنزل يومي للمتابعين فزبطني. اوه ماي جاد. بس والله يا جماعه خلينا نشوف ايش عم بستنانا من غباء في تيك توك. انا متضايقه. في واحد مار، بتعرف شو بحكي لي؟ عشان لابسه فستان اخضر هيك، بقدونس شرشير بصوت عالي، بقدونس شرشير يكسف عمرك. شو صرخ انت؟ بقدونس شرشير، انت شبه البصلي مش بقدونس ولا جرجير. ان مسكتك سوف اسحقك، عليك الشحمه واللحمه، يكسف عمرك. لانه انت صراحه مبينه هيك. انتوا كمان البنات ليش بتلبسوا هيك مدري شيء كتير غريب. مره بلاقي لكم واحده في الجامعه لابسه الكنزه حمراء والبنطلون اخضر والخفافه صفراء. ايش اشاره مرور ولا ايش يعني؟ ليش هيك بتلبسوا بنات؟ على اساس ستايل وذوق وحركات، بس هيك ركزوا ما تطلعوا شبيه شيء. اوكي بسم الله عليكم، هونكم حواليكم شوفوا. معلم بدالك انا من اول ما يفتح الاسانسير خلاص هطلع لانه شاكك انه في شيء غلط. وانت شبه؟ ها؟ حتى البنت الصغيره اللي على اساس بده يطلع عليها يشوفها بريئه شاف عم تطلع عليه تضحك ضحكه مدري شلون. خلي بعد. عيلة الله يجوزك بتحبيه. الله يجوز. طب انا حولي ما بحبه. مين الله الثعالب؟ يحمي لك حبيبي. ما عندي حبيب. الله يجوزك. ما بدي اتزوج انا. الله ينجحك. في واحد ثعالب ولد عيون زرق. الله يطعمك بعيون زرق. انا يطعمك طب انا ما عيون الصراحه. بس انا ما بحب العيون الزرق. الله يطعمك اللي ببالي. يطعمك صعب يكون حلو مثلك. ليش ما بنت؟ عيونك الحلوة. ليش ما بنت؟ بنت. الله يطعمك بنت. الله يطعمك بنت وصبي. عليهم الصحة السالمة. الله يطعمك اللي ببالي. كل اللي ببالي؟ كل اللي ببالي ادعي لنا نحرر سوريا. الله يحرر سوريا. الله ينجحك، صار لها بتصير دكتوره. انا اعلامية. انا دكتوره ادعي لي انا الله ينجحك، اشتري منها ان شاء الله. الدعاوي عنا في سوريا مثل الرز بس كذب. انا كنت ماشي ذيك المره مع رفيقي بالشارع قريب من الجامعه، فشفنا كمان رفقاتنا كانوا 2 فسلمنا عليهم فوقفنا نحكي شوي يعني. بس هيك وقفنا شوي ما نشوف غير اجانا 4 أولاد، بنتين بشابين يعني ما بعرف اقول، بس صاروا يدعوا كل شيء. صاروا يقولوا لي الله يجوزك. ايه صاروا يقولوا لي الله يجوزك. قلت له ما بدي اتجوز. ما بدي اتجوز. ليش الله يجوزني؟ صاروا يحكوا لكم غير شيء، الله مدري يوفقك، الله ينجحك وهيك من هالمواضيع. ايش في ببالهم هيك خرج يدعوا لك بدعوا لك بس كذب. تحسوا القرد كل حركاته مثل البني ادم، ما بعرف. حتى هو صغير رح تعتني فيه، تحط له حفوضات بين فتره وفتره تغير له اياهم. اذا كنت ماشي في غابه كون ماشي في امان الله، معك موزايه تلاقي واحد اخذ لك الموزه، بعدين بتطلع بتشوف قرد ما خرج تلحقه لانه رح يطلع فوق الشجر، رح يهرب باي طريقه ويمكن يكون اسرع منك. وقف شوي اتعمق التصوير. ورجعنا لكم جديد ببرنامج شيف باسل. هالمرة مثل ما شفتوا قبل شوي نحن بالميكرو ودوقنا الشب من الطبخة بعد ما خلصت. هلا لهن ما طلعت. ستوب طلعت عن الكاميرا. خلاص اعتبري حالك انه عادي. نحن عادي. هلا بعد شوي بده يدوق عادي. اوكي يلا 5 4 3 2. ورجعنا لكم من جديد بالمترو من طبختنا المجدرة، تقريبا صارت جاهزة. ناقصنا شوي، اعطيني ملح من عندك. ناقصنا شوية ملح بس، رح نحط شوية ملح. الشاب ده طبعا وعطانا رأيه. الله هيك ناقصها شوية بس هيك نخلي شوية فلفل. وقف شوي. على فكرة إذا الطبق بتطلع كتير كرياتيفيتي يعني إبداع عن جد. غير شخص يطبخ طبخة بالميكرو هلا هو مو ظابطة يعني. في كمان شغلات في خطر للموضوع، عرفتوا كيف؟ بجوز يحرق الميكرو، بجوز يصير مشكلة ونار وهدول القصص. بس كمان يا أخي أنت عم تطبخ قدر الإمكان في حواليك كراسي وين ما رحت، فهذا الشيء خطر، عرفتوا كيف؟ بس إذا شي شيف طبقها على أرض الواقع تطلع بيرفكت. يا اخي اعطينا دغري الفلفل، والله العظيم ما بدنا نعيد الجمله 100 مره. إن من الصبح عم نصور. عيد يلا خلصنا. قول عم تلمع اعطيني فلفل. يلا
5 4 3 2. اعطيني الفلفل بالله. هلا صفي ناقصنا شويه فلفل وبتكون الطبخه جاهزه والكل رح يدوق معنا والكل ان شاء الله رح يعجبه الطبخ. هي طلعنا الفلفل هلا. الله يسلمك. هلا حناخذ رأي الباقي ونشوف شو حيعطينا رأينا مثل العاده. تفضل. اسم الكريم بس والله. علي خفيف. علي ضيفنا جديد كمان طلع معنا هلا بالمترو رح يدوق ويعطينا رايه. شو رايك استاذ علي؟ طيب ان شاء الله الف صحه. شكل الأكل ما طيبة يعني. بس هو هيك يعني أقول طيبة مشان المخلوقة تاكل. تفضل يا أنسة. اسم الكريم بس اسمه حنين. الأنسة حنين كمان ضيفة جديدة معنا بالمترو وحتدوق وتعطينا رأيها. ان شاء الله الف صحه وهنا. في شيء مشاكل ناقص؟ انتوا لاحظتوا انه قالت كثير طيبة قبل ما تدوق؟ يعني اللقمة لسه صارت في تمها قالت طيبة. هي مبينك انه عم تمثل معنا تمثيل. مينك لانه ثاني معلش. لا نحن مو تمثيل، نحن بس يعني نحن مين انك عم تسكب صحن على اليوتيوب العالم دغري. انا ناطرتني على تعليق على قصه، عرفتي كيف؟ فانا ما بدي اياك اول لقمه وثانيه على اساس انه استطعمتي وكذا. ايه يعني الاستاذ علي رواق كانت اموره كثير منيحه وسلام. في بصل محروق ورواق. بس انت بس هيك يعني حاولي انه ما تمثلي. خلص انه طيبه ظريفه عن جد. انا اول مره بدوق هيك بس بدون اوفر بشكل عام. يلا شيف. 5 4 3 2. وهلا معنا ضيفه جديده اعطينا باسمها حنين رح تدوق الطبخه وتعطينا رايها. شو رايك؟ كثير ظريفة وطيبة ان شاء الله الف صحه. استاذ علي كثير طيبه يسلمك. استاذ احمد ان شاء الله الف صحه. وهيك اليوم كان برنامجنا ان شاء الله نكون عجبناكم وشوفونا بلقاء جديد. المكان جديد رح يكون مفاجاه اكيد. ستوب ما حكيت عن مفركه بطاطا. ما حكيت انه قلت لك اللي مفركه بطاطا بالجنينه. صرت عيد لك 100 مره لا تدخل بالتصوير. شغلات مالك فيها لا تدخل بالتصوير. اللي مفركه البطاطا مو هلا. يلا كل واحد يتدخل شوي بس بعد اذنك. والله العظيم ما بتستحوا. ما في واحد يبيض لي وشي. كم مره بدي على اعيد؟ اساس انت هلا مفركه بطاطا. قلنا لك اللي مفركه بطاطا مو هلا. والله العظيم ما بتستحوا. احلى شيء انه هن حاجزين الميكرو وكل الميكرو مع بعض ما عدا هي المخلوقه، فهي الوحيده طلعه غريبه. عرفتوا كيف؟ وقاعدين عم يسوي فيها المقلب. انا شايف الفكره كثير حلوه تبع المقلب، بس اذا طبقت على ارض الواقع كحقيقه يعني حاسس انه رح تطلع حلوه. ما بعرف ليش. فاذا شيء الشيف عملها فورا قولوا لي. وبس والله يا جماعه هذا كان المقطع اليوم. اتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالمشاهده، وتذكروا انه هدفنا لنهايه هذا الشهر هو 2000 مشترك. فاذا انت مالك مشترك الان اشترك الان وفعل جرس التنبيهات وعشان يوصلك الاشعار اول باول. وبس كان معكم اندرو. بيس.